عليكم الاخوان، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. ان شاء الله غنحضر معكم الجديد في البليغات اللي كيجيو زوينين ورائعين. خليكم معنا ان شاء الله النهايه ديال الفيديو باش نشوفوا المقادير ديال البليغات. غندوز اخوتي بالنسبه هاد المكونات اللي غادي نديرو بهم البليغات. عندي هنا نص كيلو ديال عجينه التمر، وعندي واحد الربعه ديال الكاوكاو اللي درته في الهاشوار تتولى على هذا الشكل، واحد نص كاس ديال الجنجلان غنخليه صايم ما غنحمرو ما والو، وعندي هنايا واحد المعلقه ونص ديال الزبده، شويه معلقه صغيره ديال الماء زهر، ومعلقه صغيره ديال القرفه. خوتي غندوز ان شاء الله للطريقه. بسم الله. عندي هنايا نص كيلو 500 غرام ديال عجينه التمر، راه يمكن لكم ديروه حتى في الدار. المهم انا شريت الدجاج هكايا من عند مولين الحلوى اللي كيبيعوا الحلوى، راه كيبيعوه حتى الهريار ولا تيبيعوه، مشيتي راه موجود. هذه البلاستيكه. المهم خوتي صافي هذا هو التمر، هو هذا صافي. درت هنايا هذا راه درته في الهاشوار حتى ولا على هذا الشكل. هذا رابعه اللي درت صغيره، وغنضيف واحد شويه ديال القرفه غير النكهه، غندير واحد القطره ديال، وغنضيف هاد المعلقه كتجي نكهه زوينه. الزنجبيل غنهزها شوي هاكا في يدي. يمكن لكم الا ما عندكمش كاوكاو ولا اللوز ولا لا ديروا نتا باللوز، راه يمكن لكم. انا درت كاوكاو كاختياري. صافي غنعجنوا هذا، عفوا غنضيفوا الزبده بعدا. صافي نعجنوها مزيان حتى ندخلوا دوك المكونات في بعضياتهم. المهم اخوتي هنايا راه دهنت بياض البيض. صافي وتديروا هكا تفندوها في الجنجلان. الجنجلان بالافضل يكون هذا سميتو هذا العادي، ما ديروش داك البيض. تنفضل انا ندير هذا، كتجي عطي واحد المنظر حتى مزيان تفندوه على هذا الشكل. هذا تشوف الجهه اللي رقيقه باش تكون متساويه. صافي غنخليه ان شاء الله هكا على جنب. نجيب معكم واحد اخر. حتى تتكبروا الحربوش، هي اللي عاده تديروا جنجلان ودهنوا بالبيض. دابا غندير زنجلان وندهن بالبيض. باش داك الزنجلان يتصبر لينا مزيان في داك الحربوش هكا. ممكن تشوفوا الاخوان دابا راه درتهم هكا حرابل. غنضيف التقطع ان شاء الله. هذاك البيض تخلي لنا داك الزنجلان ما يبقاش يطيح، ضروري ديروه بياض البيض. صافي غنبقى نحيدو هاد الجوانب وغنديروه على هاد الشكل مايل. اخوان كيف تشوفوا الشكل ديالها هتجي بلغه، كتجي على هاد الشكل هذا بليغه. صافي غنحط اللوز هنا، اللوز ما نحمرو ما والو. غندير عليه الماء طايب على هاد الشكل هذا ونحطوه في الطاوه. ضروري ندخلو الفران واحد شويه حتى يتحمر هذاك شويه. يا اخوان انا كملت التشكيل ديال البليغه ديالي. المهم راه درت كله والنمره ديالي الباشيمال، النمره يتواصل معايا. درت النمره 3 كاينه 43 درت الماري مخلطه. هما هادو البليغات دابا ان شاء الله غندخلهم الفران
الفران غادي ما نسخنوش بزاف، غير واحد شويه ان شاء الله غادي ندخلها واحد شويه غير تشهد لينا باش ما يتحرقش لينا التمر، غير واحد شويه على زنجلان وسميتو يحيد ديك سميتو الريحه ديال البيض حيت درناه بالبيض، ندخلو شويه وصافي واحد 10 دقائق هكاك ونريحو حدا باش ما تحرق لينا. بقاو معنا ان شاء الله. هذا هو الشكل ديال البليغات ديالنا، نتمنىكم ديروه. خوتي خواتاتي البليغات ديالنا هما الشكل ديالهم النهائي، وهذا انا راه درت مبصم كيف تشوفوا اللون ديالهم تيجي زوين ولا شكل ولا مطا. البلغه ديالنا هي هذه، انا راه شكلتها بالصم بالذهبي، ونتمنىكم نتوما ديروها. المهم تنتمنى خوتي البليغات ديالي يكونوا فدتكم بشي حاجه ان شاء الله يعجبوكم، وردوا عليا في الكومونتير كيف جاوكم البليغات وجربوهم راهم زوينين. نتمنى ينال الرضا ديالكم وبصحتكم وراحتكم. كنشكركم على حسن المتابعه، في امان الله.